أهلا وسهلا بيكم في رحلة جديدة مع الأبطال. النهاردة هناخدكم في رحلة مختلفة جدا. رحلة مش في السماء ولا في أعماق البحار. المرة دي رحلتنا هنكون واقفين على الأرض، لكن بنبض حوالينا بنظرة جديدة. بنسأل نفسنا، يمكن ما خطرش على بال أغلبنا، هو الشجر له إحساس؟ يمكن إحنا متعودين نشوف الشجر كخلفية للطبيعة، منظر أخضر جميل بيزين الحدائق والغابات. ساعات بنقعد تحته لما نتعب من الشمس، بناكل من ثماره. لكن هل وقفنا يوم وفكرنا إن الكائن الضخم ده ممكن يكون بيحس بينا؟ أو إيه اللي بيحصل حوالينا؟ تخيل نفسك ماشي في غابة، وكل شجرة حواليك واقفة في صمت، لكن جواها في شبكة كاملة شغالة. إحساس تواصل، استجابة، وكأنك وسط كائنات عايشة حياة كاملة وإنت مش واخد بالك. الفكرة دي بقت ذاتها مثيرة للدهشة، لكن كمان العالم بدأ يفتح لنا أبواب ما كناش نحلم إننا نشوفها. العلماء بقوا يعرفوا إن الشجر مش بس كائن حي بينمو ويتكاثر، لكن بيقدر يحس ويستجيب للبيئة اللي حواليه. قبل ما نغوص في التفاصيل العلمية، لازم نرجع شوية ونسأل، هو ليه إحنا كبشر عندنا استعداد نصدق أو نكذب الفكرة دي؟ لأن إحنا طول عمرنا شايفين الإحساس مرتبط بالحركة، بالصوت، بتغيير ملامح الوجه. والشجر ما بيعملش ده بالطرق اللي إحنا متعودين عليها. لكن الحقيقة إن الإحساس مش لازم يكون نسخة من إحساسنا إحنا، ممكن يكون له شكل وطريقة مختلفة تماما. هنا بيجي دور العلم. لما العلماء درسوا الشجر عن قرب، اكتشفوا إن جسم الشجر نفسه مجهز بأنظمة معقدة جدا. الجذور، الساق، الأوراق، كلها متصلة بشبكة من الأوعية اللي بتنقل مش بس الماء والغذاء، لكن كمان إشارات كيميائية وكهربائية، بالظبط زي الجهاز العصبي في الكائنات الأخرى، لكن على طريقة الشجر. أغرب من كده، لما الشجرة تتعرض لجرح زي لما ورقة تتقطع أو فرع يتكسر، بيحصل جواها سلسلة من التفاعلات الكيميائية فورا. الخلايا بتبدأ تبعت إشارات تحذير لباقي أجزاء الشجر، وفي بعض الأحيان كمان بتبعت رسائل تحذير للأشجار اللي حواليها عن طريق الهواء، أو حتى عن طريق شبكة الجذور اللي متصلة بفتر تحت الأرض. وده معناه إن الشجر مش بس بيحس بالأذى، لكن كمان بيتكلم مع بعضه. في تجربة مشهورة جدا عملها الباحثين في ألمانيا، لما لاحظوا إن شجر الصمت في أفريقيا لما بيتعرض للهجوم من حيوانات معينة زي الزرافات، بيبدأ يفرز مواد كيميائية في الهواء بتحذر باقي الأشجار في المنطقة. والنتيجة إن الأشجار التانية بتبدأ ترفع نسبة مواد مرة في أوراقها تخلي الحيوانات تبعد عنها. ده معناه إن في استجابة، وفي إحساس بالخطر، وفي رد فعل دفاعي منظم. واللي يخلينا نتعمق أكتر إن الإشارات دي بتسافر بسرعة محسوبة، مش عشوائية. أوقات أسرع وقت لما الخطر يقرب، وأوقات أبطأ لما يكون بعيد. وكأن الشجرة بتحسب موقفها قبل ما تاخد القرار. وده يفتح باب لسؤال أكبر، هل الشجر بيفكر ولا دي مجرد آلية بيولوجية وأوتوماتيكية؟ لكن قبل ما نجاوب على السؤال ده، لازم نحط في بالنا إن في أنواع من الإحساس مش لازم تكون مرتبطة بالعقل الواعي زي الإنسان. ممكن تكون أنظمة تطور طبيعي على مدار ملايين السنين، علشان تحافظ على حياة الشجرة وتخليها تتكيف مع بيئتها. ومع ذلك، اللي بيحصل جوه الشجرة من تواصل وتنظيم وتخطيط بيخلينا نقف في احترام قدام الكائنات دي. وده هيقودنا للنقطة اللي جاية، لو الشجر بيحس ويتواصل، يبقى هل ممكن يكون له مشاعر أو ذاكرة تخليه يفتكر اللي حصل معاه في الماضي؟ السؤال اللي بيجي هنا طبيعي جدا، هل الشجر ممكن يكون عنده نوع من الذاكرة؟ يعني هل الشجرة تقدر تفتكر إنها اتجرحت قبل كده، أو إنها عدت بشتاء قارس أو جفاف شديد، وتتصرف بعد كده بناء على التجربة دي؟ هنا بقى العلماء حاولوا يجاوبوا على السؤال ده بتجارب ممتدة على سنوات. واحدة من أشهر التجارب كانت على أشجار صغيرة اتعرضت لجفاف شديد. لما رجعوا يزرعوها في بيئة طبيعية بعد فترة،
لاحظوا إنها بقت أكثر حذرا في استهلاك المياه حتى لما كانت المية متوفرة، وكأن الشجرة لسه فاكرة التجربة اللي مرت بيها، وبقت تتعامل بحذر أكتر وكأنها مش عايزة تعيش نفس المعاناة مرة تانية. التفسير العلمي بيقول إن الشجر بيقدر يسجل الأحداث اللي بتحصل في حياته على مستوى الجينات. يعني لما تحصل أزمة، سواء كانت نقص مياه أو إصابة أو هجوم حشرة، بيحصل تعديل في طريقة عمل بعض الجينات في الخلايا، وده بيأثر على سلوك الشجرة بعدين. التعديل ده ممكن يفضل موجود لسنوات، وده بالظبط اللي بيخلي الشجرة تتصرف وكأنها فاكرة اللي حصل. الأغرب والأجمل، في أدلة بتقول إن بعض الأشجار بتقدر تنقل الذاكرة دي للجيل الجديد. بذور الشجرة اللي مرت بظروف قاسية ممكن تنتج شتلات أكثر قدرة على التحمل من شتلات شجرة ما مرتش بنفس الظروف. وده يخلينا نحس إن الشجر مش بس بيعيش في الحاضر، لكن كمان يحضر المستقبل لأولاده. ولو فكرنا في الفكرة دي بشكل إنساني شوية، هتلاقيها قريبة جدا من طريقة البشر في التعلم من التجارب الصعبة. زي لما حد يتعرض لموقف أليم، بيبقى حذر بعد كده ويتجنب الأسباب اللي ممكن توصله لنفس النتيجة. الفرق الوحيد إن الشجر بيعبر عن ذاكرته في صمت، في بطء، لكن بنفس القوة اللي إحنا بنعيش بيها تجاربنا. وفي تجربة تانية مذهلة اتعملت على نباتات معينة زي الميموزة المستحية اللي بتقفل أوراقها لما تلمسها. الباحثين لمسوا النبات بشكل متكرر لكن بدون أي خطر حقيقي. بعد فترة، النبات وقف يستجيب للمس، وكأنه اتعلم إن الموقف مش خطر. والمفاجأة الأكبر إنه افتكر ده لأسابيع طويلة. وده بيفتح الباب لسؤال أعمق وأغرب: إذا كان الشجر بيقدر يتذكر ويتعلم، فهل ده معناه إنه بيقدر يكون خبرة أو حكمة زي الكائنات اللي عندها وعي؟ وهل إحنا كبشر بنقدر نفهم أو نحس بالحكمة دي لو وقفنا وسط غابة وحاولنا نسمع؟ عايزك تتخيل معايا الغابة من فوق. هتشوف أشجار واقفة، كل واحدة شكلها مستقل، جذعها، أوراقها، فروعها. لكن الحقيقة تحت الأرض القصة مختلفة تماما. الجذور مش بس بتمتص المية والغذاء، دي كمان بتشارك في شبكة تواصل حية ومعقدة. العلماء بيسموها شبكة الخشب العريض. الشبكة دي بتكون من الفطريات الدقيقة اللي بتعيش في تربة الغابة، وبتوصل جذور الأشجار ببعضها. الفطريات دي بتشتغل زي كابلات الإنترنت طبيعية، بتنقل مش بس العناصر الغذائية، لكن كمان بتنقل الإشارات الكيميائية اللي بتحمل معلومات. يعني لو شجرة اتعرضت لهجوم من حشرات، هي تقدر تبعت تحذير لجيرانها، والجيران يبدأوا يفرزوا مواد تحميهم حتى قبل ما يوصل لهم الخطر. وده بيخلي الغابة مش مجرد مجموعة أشجار، لكن كيان حي متكامل. في بعض الدراسات اكتشفوا إن الأشجار الكبيرة اللي بيسموها أشجار الأم بتوزع الغذاء الزائد للشجيرات الصغيرة اللي مش واصلها شمس كفاية، وكأنها أم حقيقية بتطعم أطفالها، مش بس أولادها البيولوجيين، لكن أي شجرة صغيرة محتاجة. الأغرب إن الأشجار بتقدر تحدد مين من الجيران هو من نفس النوع ومين نوع مختلف، وده بيأثر على كمية المساعدة اللي بتقدمها. الشجر من نفس النوع بيتعاون أكتر، لكن ده مش معناه إنه بيهمل الباقي. في أوقات الأزمات الشبكة بتخلي الموارد تتوزع عشان أكبر عدد ممكن ينجو. وفي تجربة مثيرة، العلماء قطعوا جذع شجرة وسابوا الجذور في الأرض. المفروض الجذور دي تموت، لكنهم اكتشفوا إنها فضلت حية لسنين طويلة، لأن الأشجار اللي حواليها كانت بتغذيها عن طريق الشبكة. ده بيورينا قد إيه إن الشجر بيمارس نوع من الوفاء والرعاية لبعضه، حتى لو الفرد نفسه ما بقالوش فايدة مباشرة. الفكرة دي بتخلينا نسأل: هل الشبكة دي نوع من الذكاء الجماعي؟ هل الأشجار بتفكر كجماعة؟ لو إحنا كبشر عندنا الإنترنت والاتصالات الفورية، الشجر عنده وسيلته الخاصة اللي بقالها ملايين السنين شغالة، وبتخلي الغابة كلها تتصرف زي كائن واحد ضخم.
والأجمل لما تمشي في غابة هادية وتفتكر إن تحت رجليك في شبكة كاملة بتتبادل رسائل وأسرار طول الوقت. هتحس إنك واقف فوق عقل حي. ولو فكرت في التواصل هتيجي في بالك إيه الأصوات أو الكلمات، لكن الشجر بيتكلم بطريقة مختلفة تماما، لغة كيميائية صامتة لكنها فعالة بشكل مدهش. الأشجار عندها قدرة تبعت رسائل لبعضها من غير أي صوت ومن غير ما نلاحظ إحنا كبشر. أول شكل من أشكال اللغة دي هو الإشارات الكيميائية عبر الهواء. لو شجرة اتعرضت لهجوم من حشرات هي مش بتفضل ساكتة، بتفرز مركبات عضوية طيارة، يعني جزيئات صغيرة جدا تنتشر في الجو بسرعة، تتحرك مع الريح وتوصل للأشجار القريبة. لما الشجرة التانية تشوف الإشارة دي تبدأ فورا ترفع مستوى المواد الدفاعية في أوراقها، بحيث لو الحشرات حاولت تهاجمها تلاقيها مرة جدا. لكن الموضوع مش بس تحذيرات من حشرات، أحيانا الشجر بيبعت روائح معينة عشان يجذب حيوانات أو طيور تساعده. مثلا لما الثمار تنضج الشجرة تطلق روائح جذابة جدا عشان الطيور والحيوانات تيجي تاكل وتنشر البذور في أماكن جديدة، وكأنها بتقول الأكل جاهز، تعالى وازرع حياتي في الأرض. في كمان لغة الجذور تحت الأرض بجانب شبكة الفطريات اللي اتكلمنا عنها. الأشجار بتبعت مواد في التربة تغير من نمو النباتات اللي حواليها. بعض الأشجار لما تحس إن في نباتات غريبة ممكن تنافسها على المية بتفرز مواد تمنع البذور دي من الإنبات، وده نوع من السيطرة الإقليمية أو حماية المساحة الخاصة بيها. والأغرب إن في أبحاث حديثة بتقول إن الأشجار بتعدل نغمة الإشارات دي حسب قوة الرسالة، يعني التحذير الخفيف مختلف عن التحذير العاجل، وكأن في درجات في اللغة من همس هادي لصرخة قوية. ولما نبص على الغابة كلها هنلاقي إن الشجر مش عايش حياة فردية معزولة أو داخل في شبكة ضخمة من الإشارات والردود. في الصباح بعض الروائح بتبقى إشارة للنحل يبدأ جمع الرحيق، وفي الليل الروائح بتتغير عشان تناسب حشرات ليلية أو مخلوقات تانية. التواصل ده مش مجرد صدفة، ده نظام معقد متطور عبر ملايين السنين بيخلي الغابة كلها تشتغل بتناغم. الأشجار مش بس بتتكلم بلغتنا، لكن لو فهمت إشاراتها هتكتشف عالم كامل من الحوارات شغال حوالينا وإحنا مش واخدين بالنا. الفكرة إن الشجر يحس بالألم ممكن تبان غريبة في الأول، لأننا متعودين نربط الإحساس ده بالجهاز العصبي والمخ، والحاجات دي مش موجودة في الشجر. لكن العلم بيقول إن الشجر عنده آليات استشعار مختلفة، واللي بيعمله أقرب بكتير مما نتخيل لفكرة الألم. لما الغصن يتكسر أو ورقة تتاكل بيحصل فورا نشاط داخلي، الخلايا حوالين منطقة الضرر تبعت إشارات كهربائية وكيميائية لكل أجزاء الشجرة زي جهاز إنذار داخلي. الإشارات دي بتخلي الشجرة تفرز مركبات دفاعية، أحيانا تكون مواد مرة أو سامة للحشرات، وأحيانا مواد بتصلح الخلايا المتضررة. وده مش رد فعل عشوائي، لكن الاستجابة محسوبة، مبنية على خبرة الشجرة في مواجهة المواقف دي قبل كده. هنا بقى ندخل على موضوع الذاكرة. الأشجار رغم إنها ما عندهاش مخ لكنها بتحتفظ بسجل داخلي للتجارب اللي مرت بيها. مثلا لو شجرة اتعرضت لجفاف شديد في سنة معينة، في السنوات اللي بعدها ممكن نلاقيها بتستهلك المية بشكل أذكى وأقل، كأنها افتكرت الدرس. وده بيسموه العلماء الذاكرة البيوكيميائية. الذاكرة دي بتظهر كمان في ردود فعلها اتجاه الآفات أو الأمراض. لو الشجرة اتهاجمت من نوع معين من الحشرات قبل كده، في المرة التانية ردها بيكون أسرع وأقوى، لأنها فعليا مسجلة الوصفة الدفاعية في خلاياها، وكأنها عاملة أرشيف للمعارك اللي خاضتها. الأكثر اندهاشا إن الشجر أحيانا بيشارك ذاكرته مع الأشجار التانية عبر شبكة الجذور والفطريات، يعني مش بس بيتعلم، ده كمان بيعلم غيره. تخيل شجرة كبيرة في غابة مرت بتجربة صعبة،
فتبدأ تبعت إشارات كيميائية للأشجار الأصغر تعلمهم إزاي يتصرفوا لو حصل نفس الخطر. ده نوع من الحكمة الجماعية أو عقل الغابة اللي بيحافظ على البقاء. لما نبص على الموضوع من الزاوية دي هنلاقي إن الشجر مش كائن سلبي واقف مكانه، لكنه واعي باللي بيحصل له، بيتعلم من تجاربه وبيشاركها مع غيره. وده يخلينا نعيد التفكير في كلمة الحياة نفسها، لأن الشجرة عندها إحساس وذاكرة حتى لو شكلهم مختلف عننا. تخيل نفسك ماشي في غابة هادية وفجأة تبدأ الريح تعصف والأوراق تتطاير في الهواء. بالنسبة لعينيك المشهد طبيعي، لكن بالنسبة للشجر الموضوع أكبر من مجرد حركة أوراق. العلماء اكتشفوا إن الشجر مش بس بيحس بالعاصفة قبل ما تحصل، ده كمان بيبدأ يجهز نفسه لمقاومتها. الجذور في الأرض بتبعت إشارات كيميائية للأغصان والأوراق، وكأنها بتقول شدوا حيلكم الخطر جاي. الإشارات دي بتغير طريقة الحركة، حركة الماء جوه الجذع، وتقوي أنسجة الخشب عشان تتحمل الصدمات. والأغرب من كده لو في شجرة ضعيفة أو صغيرة في وسط الغابة، الشجر الكبير بيبعت لها دعم. أيوة، زي ما سمعت، بيبعت لها دعم. بيشاركها المغذيات والمياه من خلال شبكة الجذور تحت الأرض، شبكة اسمها شبكة الميكورايزا. ودي زي الإنترنت بتاع الشجر. الرسائل اللي بتمر فيها مش بس غذاء، لكن كمان تحذيرات: ثبت أوراقك، خليك قوي، العاصفة جاية. لكن اللي يخليك تقف وتفكر إن العلماء سجلوا تغيرات طفيفة في الذبذبات اللي بتصدر من الشجر وقت العاصفة. والذبذبات دي مش بس مسموعة لودنك، لكنها موجودة، وكأن الشجر بيصرخ أو بيتألم أو يمكن بيغني لشدة عزيمته. تخيل إحساس كائن ثابت في مكانه، شايف الخطر جاي عليه ومفيش مفر غير الصمود. اللحظة دي فيها دراما وحياة أكتر مما تتخيل. ومن العجيب إن بعض القرى القديمة كانت بتقول إن الشجر لما بيهتز قبل المطر هو مش بس بيتأثر بالريح، هو بيحتفل بقدوم الماء، وكأن في مشاعر مختلطة: خوف من الريح وفرحة بالمطر. الإحساس ده مزيج من الرهبة والبهجة، نفس إحساسنا لما نستنى حدث كبير في حياتنا، بس القلق والتشوق. في العاصفة الشجر بيعلمنا درس في الصبر والثبات، وإنك حتى ما بتتحركش من مكانك ممكن تقاوم وتفضل واقف. والرسالة اللي توصل لنا هي إن الإحساس مش دايما محتاج عيون أو أذن، أحيانا بيكون في قلب الخشب وجذور الأرض. الشجر عنده لغة خاصة، لغة مش بالكلمات ولا بالصوت اللي إحنا نعرفها، لكن بلغة اللون، الروائح والإشارات الكيميائية. لما الخريف يبدأ وإحنا بنشوف الأوراق بتتغير من الأخضر للأصفر والأحمر، إحنا غالبا بنشوفها كمنظر جمالي، لكن بالنسبة للشجرة ده إعلان رسمي لباقي الكائنات الحية حوالينها. التغيير في اللون مش بس جمال، هو رسالة منها بتقول أنا بدخل في مرحلة راحة، طاقتي هتقل، ومش هقدر أشارككم مواردي زي الأول. الغريب إن الأشجار القريبة أحيانا بتستجيب، فبتبطأ من نموها، وكأنها بتحترم حالة جارتها. وفي فصل الربيع الموضوع بيكون العكس تماما. أول ما الجو يسخن وتيجي أول إشاعة شمس قوية، الأشجار الكبيرة بتبعت موجة من المواد الكيميائية المحفزة للأشجار الصغيرة، وكأنها بتقول يلا اصحوا، وقت النمو بدأ. والرد بيكون سريع: أوراق بتطلع فجأة، براعم بتتفجر، وحياة جديدة بتبتدي. الأغرب من ده إن العلماء اكتشفوا إن الأشجار بتقدر تحدد الوقت بالظبط حتى لو اتغير المناخ حواليها. يعني لو فجأة حصل دفء في الشتاء، الشجر مش بينخدع بسهولة، وبيستنى إشارة معينة من جيرانه أو من دورة ضوء النهار قبل ما يبدأ يتغير. ده معناه إن في تنسيق جماعي، وكأن الغابة كلها فريق واحد بيلعب بخطة محسوبة. وفي أوقات الخطر زي الجفاف الشديد، الشجر بيقدر يبعت مواد معينة في الجو عن طريق الأوراق، والمواد دي بتوصل للأشجار القريبة وتحفزها إنها تغلق مساماتها
عشان ما تخسرش المية بسرعة. المشهد ده بيخلينا نفكر، لو الشجر عنده قدرة على الإحساس بالخطر وتحذير غيره، فإحنا قد إيه لسه ما اكتشفناش من العالم السري ده. اللغة دي مخفية عننا، لكنها شغالة طول الوقت حوالينا، واللي يعرف يقراها هيفهم إن الغابة مش ساكتة، بالعكس هي مجتمع كامل بيشتغل في صمت وينبض بالحياة والمشاعر. كتير من الناس لما تبص على شجرة كبيرة بيشوفها كأنها مجرد نبات واقف في مكانه، لكن الحقيقة إن كل شجرة قديمة هي بمثابة مكتبة ضخمة من الذكريات. حلقات النمو اللي بتبان في مقطع الجذع مش مجرد دوائر عشوائية، دي سجل كامل لحياة الشجرة. سنة كانت مليانة أمطار، سنة تانية كان فيها جفاف، سنة حصلت فيها حرائق أو تعرضت لرياح قوية، كل حاجة محفورة جواها. العلماء بيقدروا يقروا التاريخ ده وكأنهم بيقروا كتاب، لكن الأغرب إن في دلائل إن الشجر مش بس بيحتفظ بالمعلومات، ده كمان بيستخدمها في المستقبل. يعني لو الشجرة مرت بسنة جفاف قاسية، بعدها في السنين اللي تليها هتعدل طريقة استهلاكها للمية، وكأنها بتقول لنفسها أنا مش هقع في نفس الفخ تاني. الأبحاث الحديثة بتقول إن الشجر يقدر يكون نوع من الذاكرة البيوكيميائية. لما يحصل موقف خطر أو ظرف قاسي بيحصل تغيرات على مستوى الجينات، ودي بتفضل مخزنة لسنين طويلة. مش بس كده، في احتمال إن الشجر يورث بعض الذكريات دي للجيل الجديد اللي بيطلع من بذوره، وكأنها نصائح وحكمة بتنتقل من جيل لجيل. تخيل لما يكون في غابة تعرضت لريح قوية من 20 سنة، ولسه الأشجار اللي نبتت بعدها بتبني نفسها بطريقة تخليها أقدر على مقاومة الرياح. ده معناه إن في تواصل زمني بين الماضي والحاضر. والأجمل من كده إن إحنا كبشر ممكن نستفيد من قراءة ذاكرتهم، ونعرف من خلالها تغيرات المناخ اللي حصلت على مدى مئات السنين، وحتى نقدر نتوقع إيه اللي ممكن يحصل بعد كده. لكن السؤال اللي بيحير العلماء لحد النهارده، هل الشجر بيحس بالحنين للماضي؟ هل لما بيجي موسم معين بيفكرها بأيام رخاء أو أوقات صعبة مرت بيها؟ إحنا لسه مش عارفين الإجابة، لكن كل مؤشر بيدل إن الشجر مش مجرد كائن حي، ده كائن عنده خبرة وعنده قصة بيحكيها لكل اللي يعرف يسمع. يمكن أكتر حاجة تبهر أي حد بيدرس الشجر هو فكرة إن عنده ذاكرة، مش بالمعنى اللي إحنا بنفتكره عن العقل البشري، لكن ذاكرة بيولوجية محفوظة جواه. وفي جانب أعمق، الشجر أحيانا بيقدر يفتكر الأصدقاء والأعداء. الدراسات أثبتت إن بعض الأشجار بتميز بين النباتات اللي كانت معاها في شبكة تعاون قبل كده، والنباتات الغريبة اللي ما كانش بينهم علاقة، وبتتعامل معاهم بناء على الذاكرة دي، بتساعد الحليف وتسيب المنافس يواجه مصيره. لو فكرت فيها هتلاقي إننا بنتكلم عن كائنات عندها إحساس بالزمن وبالماضي، وده بيدي فكرة إن الإحساس مش محتاج مخ. أحيانا الطبيعة بتخلق طرق تانية للتذكر والشعور، والشجر أكبر مثال على ده. والشجر كمان بيتأثر بالمشاعر أو النشاطات اللي بتحصل حواليه. في بعض التجارب الغريبة نباتات وأشجار أظهرت تغيرات في الإشارات الحيوية لما كان في أشخاص بيتعاملوا معاها برفق أو بعنف. بعض الباحثين قالوا إن ده دليل على إن النباتات والشجر عندها قدرة على الإحساس بالمودة أو العدائية في محيطها. وده بيفتح باب واسع لفكرة إن الشجر مش مجرد كائن صامت، لكنه شريك في الحياة على الأرض، بيستقبل وبيفهم أكتر مما إحنا متخيلين. بدون الشجر ما يكونش فيه أكسجين ولا حياة. ومع كل ده لازم نفتكر إن اللي بيحصل جوه الشجرة بيكون على وتيرة أبطأ بكتير من إيقاعنا كبشر، فممكن إحنا نحسبها بطيئة أو غير واعية، لكن في عالمها كل ردة فعل وكل تغيير بيحصل له معنى وتأثير عميق. وده بيخلي فكرة إحساس الشجر مش أسطورة، بل احتمال علمي بيزداد قوة مع كل اكتشاف جديد.
لو بصينا للعلاقة بين الإنسان والشجر من زاوية أعمق هنلاقي إن في تبادل حياة حقيقي. إحنا بنستنشق الأكسجين اللي بيصدره الشجر، وهو بياخد ثاني أكسيد الكربون اللي إحنا بنطرحه، في دورة مستمرة من العطاء والأخذ. لكن المشكلة إننا في كتير من الأحيان ما بندركش إننا بنقطع حلقة من حلقات الحياة لما بنهدم الغابات أو نتجاهل زراعتها. مثال، الشجر لو موجود على أي كوكب زي كوكب المريخ ممكن يكون فيه أكسجين ويصلح فيه الحياة، فإحنا أما بنقطع بننزع شجرة من مكانها، إحنا كده بننزع حياة. والأجمل من كده إن في دراسات بتقول إن التواجد وسط الأشجار بيقلل التوتر ويعدل الحالة المزاجية وبيحسن الصحة النفسية والجسدية. وكأن الشجر مش بس بيحس لكن كمان بيأثر على إحساسنا إحنا، في طاقة هادية وحنان صامت في حضن الغابة. وده مش شيء وهمي، ده شيء مدعوم بأدلة علمية. يعني مثال، أما بتشوف حد مخنوق بيقول أنا هخرج أشم هوا، بيخرج في الطبيعة بين الأشجار، فنفسيته وحالته بتتحسن. الخلاصة إن الشجر مش مجرد نبات صامت، لكنه جزء من شبكة حياة أكبر، بيشعر، بيتواصل، وبيأثر فينا أكتر مما تتخيل. يمكن إحنا اللي محتاجين نتعلم منه معنى الصبر والعطاء والقدرة على التكيف مع التغيرات. يمكن يوم ما نفهم إحساس الشجر نفهم أكتر معنى إننا نكون جزء من الكون، مش مجرد مستخدمين له. وقد نختلف على إذا كان الشجر له إحساس أو لا، لكن مفيش خلاف على إنه واحد من أعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لينا. الشجر هو الرئة الحقيقية لكوكب الأرض، هو اللي بيحول أنفاسنا المليانة ثاني أكسيد الكربون لأنفاس جديدة مليانة أكسجين نقي. هو اللي بيظللنا في الحر وبيحمينا من الرياح وبيخلي منظر الدنيا أجمل وأهدى. تخيل لحظة لو صحيت في يوم ومفيش ولا شجرة حوالينا، لا هواء نقي ولا خضرة تريح العين ولا حياة طبيعية تدعم وجودنا. الشجر مش ديكور في الطبيعة، الشجر هو شريان الحياة، إحنا محتاجينه في كل نفس بناخده، في كل لقمة بناكلها، في كل ثمرة بنقطفها، وفي كل قطرة مية نشربها. يمكن الشجر ما بيتكلمش بلغتنا لكن بيكلمنا بلغة أعمق، لغة العطاء المستمر من غير ما يطلب مقابل. يمكن إحنا محتاجين نتعلم منه إزاي ندي بلا انتظار ونعيش بلا أذى ونقف ثابتين في العواصف زي ما بيقف هو. وفي النهاية تذكر إنك كل مرة تزرع شجرة أنت مش بس بتحافظ على الحياة، أنت كمان بتمد إيدك للأجيال اللي لسه ما اتولدتش وبتقول لهم أنا كنت هنا وسبت لكم نفس تتنفسوه. سلام.